ليه أي راجل عدى ال40 سنة المفروض ياكل طماطم مطبوخة في الزيت؟ وإيه خطورة إنك تبقى مزنوق وما تروحش الحمام؟ وليه القطط بسبع أرواح؟ وإيه الاختبار اللي عرفك عجزت ولا لسه شباب؟ أغرب 5 معلومات هتسمعهم في 2024؟ ما تيجي نشوف. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من علم تيوب عن أغرب وأفيد 5 معلومات هتسمعوهم في 2024. ونبدأ برقم 1. وبعد الحلقة دي هتروح تطبخ طماطم بالزيت، وهقول لكم ليه كمان شوية. على رأي إخواتنا في الأردن يقول لك جلاية بندورة. وهنا الطماطم فيه مركب اللايكوبين، وده كارتونويد بيدوب في الدهون، فات سولوبل. عشان كده لما بنطبخ الطماطم مع الزيت، وهنا الزيت كمصدر للدهون، وطبعا احسن زيت بيشتغل سيمفونية مع الطماطم هو زيت الزيتون. لما بيطبخوا مع بعض بيحرر اللايكوبين، وده بيخلي الجسم يمتصه اكتر ويستفاد منه. سمعك اللي بتقول بس سؤال رفيع معلش، هو ايه اللايكوبين ده؟ اقول لك ده مضاد اكسدة بامتياز، يعني بيحارب السرطان، وكمان بيمنع التهاب البروستاتا عند الرجالة. عشان كده أي راجل بعد سن ال40 المفروض كل أسبوع ياكل مرتين أو 3 الطماطم المطبوخة في زيت الزيتون أو أي زيت صحي. المعلومة رقم 2. ليه بنقول مجازا القطط بسبع أرواح؟ عمرك سألت نفسك ليه القطة بتنزل على رجليها مهما حصل؟ لفها بالعكس هتنزل على رجليها، حتى لو جربت من الأرض هتلف وتنزل على رجليها برضو. ودي ليها تفسير علمي يا ابو خالو. بيقولك ان القطط عندها قدرة مذهلة على تحريك جسمها في الهواء، حاجة بيسموها الرايتنج ريفلكس، بيصححوا وضع جسمهم في الهواء. وده علشان العمود الفقري عندهم مرن وما عندهمش الترقوة، وبالتالي يقدروا يحركوا اجسامهم في الهواء بشكل مستقل. الاول بتحرك القطة وجهها لتحت ناحية الارض، وبعدين تعدل جسمها بحيث رجلها تبقى لتحت، وبعدين تحني ظهرها بحيث تقلل من قوة الصدمة مع الأرض، الفورس اوف امباكت، وبالتالي تلقى القطة تنزل سليمة على الأرض حتى لو نزلت من الدور الخامس. على فكرة الأجانب بيقولوا إن عندها 9 أرواح مش 7 زي ما بنقول. ونروح دلوقتي للمعلومة رقم 3. لما بتكون مزنوق وعايز تروح الحمام وتمسك نفسك لفترة طويلة، ده ممكن يعمل التهاب في المثانة تتراكم فيها البكتيريا، وبالتالي ممكن تحصل عدوى. ده في ناس بتقولك ان ممكن المثانة تنفجر والميكروبات تنتشر في جسمك كله، بس ده بصراحة مستبعد يحصل لان المثانة مصممة انها تتمدد. لكن في العموم ما تزنقش نفسك وادخل الحمام على طول، لبي نداء الطبيعة. رقم 4. ازاي تعرف يا ابو خالو ان انت عجزت وتوازنك راح؟ اختبار اسمه اقعد وقوم بدون مساعدة ايديك ولا ركبك، sit to rise test. الباحثين البرازيليين اللي اخترعوا الاختبار ده قالوا ان احنا ممكن نتوقع بيه عمر البني ادم، ودي بصراحة مش دقيقة، يعني مش لدرجة ان نعرف بيه عمر البني ادم. هو اختبار مهم جدا يعرف قوة القعدة والوقفة بدون استخدام الايدين والركب، وبالتالي اقدر اتوقع في المستقبل لو الانسان ده ممكن يوقع يكسر الحوض وغيره. طب السؤال دلوقتي بنعمل الاختبار ده ازاي؟ اقول لك بتلف رجلك اليمين حوالين الشمال او الشمال حوالين اليمين زي كده، وايديك لفوق، وتقعد، وانت وبتقعد بدون اي مساعدة من ايديك ولا ركبك زي كده. حلو، قعدنا. المرار الطافح بقى وانت جاي تقوم تاني. لو عرفت توقف تاني بدون اي مساعدة من ايديك وركبك تاخد 10/10. طب تعالوا نتكلم على ارض الواقع، لانه صعب حد يجيب 10/10 في الاختبار ده. يحصل ايه بقى وانا نازل ركبتي خبطت في الارض؟ كده تخصم درجة. طب لو انا نازل كمان ايدي نزلت على الارض، كده تخصم درجة كمان، خلي بالك كده 8/10. نيجي نقوم بقى، لو ركبتك وايدك التانية نزلوا على الارض تخصم 3 درجات، واحنا خصمين درجتين قبل كده، كده تجيب 5/10. لو درجتك اعلى من 8/10 تبقى ممتاز. وعلى فكرة في ناس في الثلاثينات من عمرها جابوا 5/10. اكتبوا لنا في التعليقات تحت بصراحة جبتوا كام. انا جبت 9، نزلت درجة انا وبوقف تاني. طب لو جبت سكور وحش تعمل ايه؟ اقول لك ممكن تتدرب لغاية ما تجيب 10/10. استخدم عصاية او كرسي قدامك. من الاخر الاختبار ده للقوة والتوازن والحركة. المعلومة رقم 5. ما سألتش نفسك ليه عندنا الزايدة؟ في ناس بتعتقد انها جزء زايد عن الجهاز الهضمي وملوش لازمة، عشان كده لما بتلتهب بنشيلها ونعمل عملية الزايدة. ولكن العلماء مؤخرا اكتشفوا انه ليها علاقة بالجهاز المناعي في الجسم، بتساعد الجسم في تخزين البكتيريا المفيدة للجهاز الهضمي. يعني بعد مرض او ادوية تأثر على البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي، الابحاث الحديثة بتقول ان ممكن الزايدة الدودية
تلعب دور في إعادة التوازن البكتيري بعد كده. بما انكم كملتوا الحلقة لحد دلوقتي، فالمعلومة البونص الزيادة عن أكثر حرب في التاريخ. احنا نعرف أطول حرب في التاريخ، حرب ال100 عام اللي كانت ما بين إنجلترا وفرنسا، اللي استمرت لمدة 116 سنة. أكثر حرب في التاريخ بقى تخيلوا كانت قد إيه؟ 38 دقيقة. أيوة والله زي ما بقول لكم كده، ما بين إنجلترا وسلطنة زنجبار. سلطان زنجبار اللي كان تحت الرعاية البريطانية اتوفى. السلطان الجديد نصب نفسه بدون موافقة الإنجليز. طبعا الإنجليز اتضايقوا وزعلوا، إزاي يحصل الكلام ده؟ كانوا عايزين يعينوا واحد يتوافق مع مصالحهم. وهوب في رد فعل سريع السفن البريطانية تقصف القصر الملكي، وهنا السلطان الجديد يخلع وتستسلم القوات الزنجبارية بعد 38 دقيقة من بداية القصف. الحرب دي حصلت في 27 أغسطس سنة 1896. تخيلوا الحرب القصيرة دي غيرت الحكم في زنجبار، خلتها مستعمرة بريطانية. وسؤال الحلقة بقى، ايه القرية الوحيدة في العالم الدنيا ما بتمطرش عليها؟ السماء لا تمطر عليها. ونروح دلوقتي لفقرة الشعر العربي. وفقرة الشعر النهاردة مع الشاعر مهزل الصقور، إن كل يوم يولد سائر يثور على الظلم لغاية ما يسقط يوما ما. تعال نسمع بيقول ايه. أتظن أنك عندما أحرقتني ورقصت كالشيطان فوق رفاتي، وتركتني للذاريات تذرني كحلا لعين الشمس في الفلوات، أتظن أنك قد طمست هويتي ومحوت تاريخي ومعتقداتي عبثا تحاول، عبثا تحاول لا فناء لثائر، أنا كالقيامة ذات يوم آتي، أنا مثل عيسى عائد وبقوة من كل عاصفة ألم شتاتي، سأعود أقدم عاشق متمرد، سأعود أعظم الثورات، رجل من الأخدود ما من عودتي بد، أنا كل الزمان الآتي، رجل من الأخدود ما من عودتي بد، أنا كل الزمان الآتي، كل الزمان الآتي. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا من علم تيوب. نشوفكم في حلقة جديدة، ما تنسوش اللايك والشير، والسلام عليكم. Alma Tube is good. Alma Tube is good.